اختار موقع سوفا سكور الدولي المغربي أشرف حكيمي في التشكيل المثالي للدورة 31 من بطولة الليج 1 الفرنسية. وجاء اختيار ظهير باريس سان جيرمان الأيمن عقب تألقه في مباراة فريقه وضيفه لو هافر، الذي يلعب له الثلاثة المغربي أسامة الترغالين، ياسين كشطة ووليد الحجام. وسجل حكيمي في هذا المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 الهدف الثاني لفريقه الباريسي، وتحصل حكيمي على أعلى نقطة بناديه 8-2. وهذه رابع مرة يتم اختيار الأسد المغربي في التشكيل المثالي لبطولة الليج 1 من طرف سوفا سكور. كلفت الجامعة الهولندية لكرة القدم الإطار الوطني عادل رمزي لتدريب المنتخب الهولندي لا أقل من 18 سنة. وجاء هذا التكليف بعد العمل الجيد الذي قام به عادل رمزي في البطولة الهولندية التي مكث بها طويلا بعد أن عاد لأرض الوطن وخاض تجربة مهمة مع الوداد الرياضي الذي قاده إلى نهائيي الدوري الإفريقي، لكنه انفصل عن الوداد بسبب النتائج التي لم تكن في صالحه على مستوى البطولة الاحترافية ليعود لهولندا ويرتبط بالمنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة. تمكن الدولي حكيم زياش من تقديم مساهمة كبيرة في نتائج المباريات الحاسمة المتتالية لفريقه غلطة سراي خارج أرضه خلال الجزء الأخير من البطولة التركية. وتألق النجم المغربي بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة واحدة في آخر 3 مباريات خارج أرضه، إذ ساهم في العودة في مباراة قاسم باشا بتمريراته الحاسمة، كما سجل في معقل ألانيا سبور وأظنة ديميرسبور. ومن جهة أخرى، رفع حكيم زياش رصيده من الأهداف في البطولة الممتازة إلى 4 أهداف، منها هدفه الأخير في مرمى أظنة ديميرسبور من تسديدة قوية خارج مربع العمليات. وبذلك يكون زياش قد سجل جميع أهدافه في المباريات التي خاضها خارج أرضه ضد باشاك شهير وبنديك سبور وألانيا سبور وأظنة ديميرسبور. لم يحضر الدولي الياسي بن الصغير قمة فريقه موناكو أمام ليون لحساب الدورة 31 من بطولة فرنسا، والتي آلت لا خسارة موناكو ب3-2 بداعي الإيقاف الذي تعرض له بعد طرده المباشر في مباراة بريست خلال نهاية المباراة، وهو الإيقاف الذي حكمت عليه لجنة الانضباط ل3 مباريات استهلوا لها أمام ليل في مباراة الأربعاء الماضي، وعاود همس في ثاني مباراة أمام ليون، على أن ينهي قرار الإيقاف في المباراة الثالثة التي سيغيب عنها أمام كليرمون فوت، لكنه سيعود لمواجهة مونبولي في 12 ماي المقبل، ما يعني أنه عوقب ل3 مباريات.